صحافة الدراجي وصحافة زيكو القشا غادي يهبلكم من 2035 2040 كاع البطولات ان شاء الله باذن الله في المغرب، لانها بنيه تحتيه عالميه وملاعب رائعه. وهو كاس العالم الانديه 2029 غادي يكون ب 32 نادي وفي المغرب بوحده. مرحبا بكم اخوتي في هذا الفيديو الجديد. مبروك علينا كاملين، رسميا المغرب هو البلد المنظم لبطولة كأس العالم للأندية 2028. الجزائر راهم هبلوا اخوتي بهذا الخبر هذا، حيت المغرب ما خلوهمش يرتاحوا، كل نهار كيجيب لهم خبر كيهبلهم. كأس العالم نسخة 2030 ستلعب في المغرب، البرتغال، اسبانيا، وزيد عليها التنظيم العالمي الذي يوجد حاليا في بطولة كأس افريقيا بالمغرب بعد الافتتاح الرائع والخيالي الذي شاهدناه في بداية البطولة. وزيد عليها الهضرة اللي كانت كدور على تنظيم المغرب مرة أخرى لكأس إفريقيا نسخة 2028 ب15 ملعبا وليس 9، في رقم تاريخي وخيالي لم يسبق له أن حدث من قبل. واليوم كنتفاجئوا بخبر رسمي أن المغرب هو الذي سينظم كأس العالم للأندية 2028. في هذا الفيديو غادي تخرجوا فاهمين كل شيء، غادي نشوفوا ردة فعل الإعلام الجزائري على هذا الخبر. بلا ما نطول عليكم، ما تبخلوش عنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة. نبداو على بركة الله. باش نفهموا شنو طاري ونخرجوا من هذا الفيديو هذا عارفين كل شيء، غادي نسمعوا لهذا الجزائري غادي يشرح لنا شنو طاري من الاول حتى الاخر. نسمعوا شنو قال. صحافة الدراجي وصحافة زيكو القشا غادي يهبلكم من 2035 2040 كاع البطولات ان شاء الله باذن الله في المغرب، لانها بنيه تحتيه عالميه وملاعب رائعه. وهو كاس العالم الانديه 2029 غادي يكون ب 32 نادي وفي المغرب بوحده. 2029 وفي المغرب بوحده. علاش؟ لانه الملاعب ما شاء الله، بنيه تحتيه ما شاء الله، كاس افريقيا بحال اللي ردها مونديال، غادي تهبلوا، غادي تقيسكم ماشي حفظ الراجل. هادشي اللي كتسمعوا اخوتي شهاده من الجزائري. غتبقى غير مؤامره الكوليسه حتى تمرض، حتى واحد النهار تستعرف راسك وغادي يقيسك الكوليس وتستعرف راسك. هذه من جهه ان شاء الله باذن الله. وكاس افريقيا في 28 راها في المغرب، بلا ما ندخلوا لها الرسميه وكذا، من مي راها في المغرب ان شاء الله باذن الله. وكاس العالم 2029 وكاس العالم 2030 ومازال موراها الاولمبياد، وان شاء الله باذن الله نجيبوا لك حبه حبه ما شاء الله. وان شاء الله غادي تهبل وغادي يقيسك المرض والكوليك ومن الالقاب ديال المنتخب المغربي اللي راهم جايين في الطريق. وان شاء الله كاس العالم 2026 هو اللي غادي يجيب لك 6 وضامه، لانه المنتخب المغربي ان شاء الله يكون في النهائي. ما كاينش اللي عارفو ما خوتي كثر من هذا الجزائري هذا، وعارف شنو غادي طرا لهم من بعد هاد الاخبار هذه اللي دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. انتشرت كالنار في الهشيم ان المغرب هو من سيقوم بتنظيم كأس العالم للأندية 2029. عارفوا ما غادي يهبلوه، عارفوا ما غادي يحماقوا، وهانتم راه شنو قال. نكملوا اخوتي. هذه من جهه حايده حافظ الدرجه عليا منا. نولي لوليد صادي. اين وليد صادي؟ وليد صادي شد الطياره، انا حطيت لكم التصاور، وقال هرب للجزائر. هذه يومين مشى للجزائر، 3 ايام مشى ما ولا. ولكن انا الحاجه اللي حيرتني ولا بيان على قضيه الكرات، راه من المفروض تحطوا بيان، لانه العالم كامل هضر عليها ولات فاضيه. مازال كيرمي لهم الهضره على القضيه تاع الكرات اللي تشوهوا فيها صراحه في الاعلام العربي والعالمي. داروا الروينه اخوتي، الشوهه ديال بصح. نشوفوا شنو يقول لهم. عالميه. سرقه الكرات نورمال، الاتحاديه من تكون تحترم نفسها وتحترم المواطن وتحترم الشعب دير بيان. الخبر صحيح، الكاميرا شداتك خويا، انت بغيت تكذب هذاك الخبر ولا تيق هذاك الخبر، خرج بيان. الا كنتم اتحاديه ماشي ديال العصابات، ولكن كاين اتحاديه ديال العصابات تخدموا غير بالاخر ما على بالكمش. يعني الشوهه وسط العالميه وانتم ساقرين ومنا وضاربين الطم وساكتين. صراحة النادي الجزائري تبارك الله عليه ديما كيعطيوهم علاش كيقلبوا، حيت هو اللي عارفهم على حقيقتهم. المهم راه شرح لنا كل شيء، راه قال لنا راه شاعله فيهم العافيه ديال بصح. المغرب ان شاء الله خوتي غادي ينظم كاس العالم للانديه 2029، كذلك كاس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال. وبلا ما نهضروا على كاس افريقيا 2028 قال لك راه القضيه محسومه، والمغرب هو الذي سينظم هذه البطوله. قال لك الملاعب ما غاديش يبقاو 9، غادي يوليو 15. نسمعوا شنو قال ونعاودوا نهضروا. يمكنش هنا علاش حافظ الدرجه راه مريض وراه كاتله الراس ديالو، وجع الراس ديالو لانه المغرب حط البار عالي. المغرب
مازال غادي تشوفوا اكبر ملعب في العالم 2027. اكبر ملعب غادي يكون في العالم في المغرب، 115 الف متفرج. هذه حفيظ الدراجي ما شافهاش. مازال يشوف ملعب اكادير غادي يتغطى، ملعب فاس يتغطى، ملعب مراكش حتى هو يتغطى، عنده عامين ديالو ديال الاشغال ديالو يكون واجد. يعني هذو كاملين ما شافهمش. زيد بالملاعب اللي راهم مغطيين، راه ما تولي تلعب 15 ملعب كاس افريقيا. المغرب لقجا عطات 9 ديال الملاعب، ولكن لا كوب دافريك الجايه تولي تلعب في 15 ملعب من احسن الملاعب في العالم. يعني هنا لا كوب دافريك ديال موراها ديال 32 شكون غادي يديها؟ يعني المغرب زايد وطلع في لابار ما شاء الله. وانت حظيها حفيظ الدراجي المؤامره والكولاسه والهضره. واحد يخدم على بلادو اقتصاديا والبنيه التحتيه طورها وردها كي اوروبا. وراه عندنا مشاو راهم تما في الرباط، قال لك حسب راسنا انا في اوروبا. الناس مشات للرباط وتعطي وراها حتى لهنا معمره على الاعلام اللي كان يكذب. وهذيك الاطروحه اللي كانوا يقولوها اليوم طاحوا في الفخ في المغرب على حق. صراحة هاد الجزائري تبارك الله عليه عطاهم علاش كيقلبوا صافي، جبد ليهم كلشي، الدواسة ديالهم كاملين تجبدوا وبانوا على حقيقتهم. خصوصا حافظ الدراجي قال لك غادي يهبل المغرب، كيدير في انجازات كبار، غادي لقدام، غادي مزيان. وقال لك حافظ الدراجي هو حظيا المؤامرات وكلشي ضده. بزاف والله بزاف اخوتي هاد الجزائري هذا تبارك الله عليه. يعني ما راكوش واحد البلد اللي الاعلام زيكو هذوك صحافه زيكو راه يوصفها لك. هذوك صحافه زيكو واعلام هذاك راه يوصفها لك واحد البلد. يعني ما غير كذب عليها، هذيك البلد راه يكذب عليها. وهذيك البلد ما شاء الله عليها راه غاديه في الطريق ديالها في النجاحات طالعه. هو انت قعد اللور وقعد تتبع هذاك الاعلام اللي يكذب عليك. هاد الجزائري صراحة فرشهم ديال بصح، بين الحقيقة ديالهم، بينهم كيفاش هما معذبين. علاش؟ حيت المغرب نهار على نهار كيتقدم، كيتطور، كيدير انجازات اللي ما يقدروش يديروهم. والسبب حيت ما كيديروا والو غير الحظيه وصافي. المغرب كيخدم على راسو، كيطور من راسو، وهما غير حاضينا. حفيظ الدراجي قال لك غادي يهبل. وكيف ما كنقول ديما راني ما كنعممش، كنتحدث على صحافه زيكو، دوك اللي كيبغيو يشوهوا ويطيحوا الصوره ديال المغرب وكيقولوا شي حوايج اللي ما كاينينش. هادو هما اللي كنقصدوا. اما الناس زوينين فراهم بعاد. اذا ما بقى لينا غير نقولوا مبروك لجميع المغاربه، مبروك لجميع العرب بهذا الانجاز التاريخي الذي سيكون في المغرب. المغرب سينظم بطولة كأس العالم للأندية 2029. المغرب سينظم بطولة كأس العالم 2030 برفقة إسبانيا والبرتغال. ألف مبروك وهنيئا للمغاربة.